نداء عاجل إلى جميع الآباء والأمهات. أيها الآباء، أيتها الأمهات، انتبهوا لأبنائكم كما تنتبهون لأنفاسكم. لا تستهينوا بخطوة صغيرة يخرج بها طفل وحده إلى الزقاق أو إلى الدكان. إن كنتم تريدون إرساله لقضاء حاجة بسيطة فاذهبوا معه أو اقضوها بأنفسكم. سلامة فلذات أكبادكم أولى من أي راحة عابرة. نعيش زمنا لم تعد فيه الشوارع كما كانت ولا الوجوه كما تبدو. هناك ظواهر خطيرة تتربص ببراءة الصغار، وعلى رأسها سرقة الأطفال واستدراجهم بأساليب خبيثة. كلمة لطيفة، قطعة حلوى، وعد بلعبة، وقد يضيع العمر كله في لحظة غفلة. ولا يقتصر الأمر على الأزقة والدكاكين فحسب، بل حتى المدرسة مسؤولية لا تقل أهمية. رافقوا أبناءكم عند الدخول، وكونوا قريبين منهم عند الانصراف. انتظروهم عند الباب أو عودوا إليهم قبل الخروج بلحظات. لا تتركوا الطفل يغادر وحده أو يتأخر دون متابعة. وجودكم يزرع الطمأنينة في قلبه ويقطع الطريق على كل متربص. لا تقولوا الأمر عادي، اعتاد الطريق. فالحوادث لا تستأذن، والخطر لا يطرق الباب قبل أن يدخل. الطفل أمانة، والأمانة مسؤولية عظيمة. راقبوا، اقتربوا، اسألوا، وعلموا أبناءكم ألا يثقوا بغريب، وألا يذهبوا مع أحد مهما كانت المغريات. كونوا يقظين لا خائفين، حازمين لا مهملين. حضوركم أمان، ووعيكم حصن، وحرصكم حياة. احموا أبناءكم اليوم قبل أن يصبح الندم غدا حقيقة لا تحتمل.